ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول مرة تشوفيني معاكي أختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي، ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على الفيديو. كنت جايبة زي ما انتوا شايفين كده عضاية طماطم، فقلت ان انا يعني هعملها، هشارك معاكم مقاطع بسيطة لأني كذا مرة عاملة طريقة تفريز الطماطم على القناة. خشي بس كده بصي خدي لفة في القناة، تلاقي فيديوهات كتير هتعجبك قوي، فيديوهات مفيدة ومشجعة وفيها حاجات حلوة وكل حاجة كل حاجة. المهم هغسلها بقى كلها كده بعد ما نقيتها يعني في الحلة، نقلتها في الحلة من العدال للحلة وغسلتها وولعت عليها، واسيبها بقى تاخد غلوة كده وهي بتنزل مية مع نفسها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اهو كده هي خلاص، المفروض ان انا كده بطفي عليها وبضربها في الخلاط وبعبيها في كيس التفريز وخلاص على كده. خشي هاتي الطريقة كاملة من على النت، من عندي هتعجبك أوي أوي أوي. المهم لو وصلتي لحد هنا من الفيديو انزلي اشتركي من الزر الأحمر اللي تحت الفيديو، وسيبيلي لايك وسيبيلي كومنت حلو عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. هنا بقى كان معايا 2 كيلو من الحليب، 2 رتل. أه هفضيهم كده في الحلة بتاعتي عشان النهاردة نعمل تحلية حلوة كده، ايه لسهرة حلوة. تمام. انا بحب دايما اعمل لهم السهرات الحلوة، اللمة الأسرية الجميلة، عشان الأطفال يكبر فيهم الطبع ده، الناتج ده. غير مثلا ان انت يبقى قعدتك كلها مثلا لوحدك وهم لوحدهم وقاعدين على التليفون والمذاكرة بزعيق والكلام ده، دي بتبقى حاجة غلط جدا على نفسية الطفل. انما لما تعمل لهم حاجة حلوة وتقعديهم قعدة حلوة كده ملمومين كلكم مع بعض قدام التلفزيون، آه حاجات حلوة، حاجات احنا عشناها زمان فلازم نعيشها الأولاد. المهم خلينا بقى في الكاستر اللي بنعمله ده، كاستر فانيليا. بعد ما حطيت 2 رتل حليب، حليت الحليب كده حسب الرغبة بقى ديت انتي ورغبتك، وبعد كده هفضي ايه الكاستر. كل تذكرة كاستر من اللي معايا دولت عليها نص رتل حليب. تمام. هفضيهم كلهم بقى وادوبهم كويس كده خالص لحد ما اتاكد ان ما فيهاش تكتلات. كل الكاستر داب معايا وهرفعه على النار. تمام تمام. طريقة سهلة وتحلية سهلة وسريعة تعملها لهم بسرعة، وهتلاقي نفسك من غير مجهود ومن غير وقت عملت لهم حاجة حلوة وبسطتيهم وقضيتوا يوم حلو مع بعض، وبرضه مش مكلفة. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده هقعد اقلب فيه بقى وادوب فيه لحد ما يدوب خالص. وعبال ما انا ما اقلب وادوب فيه تكوني انتي نزلتي اشتركتي من الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، سبتي لي لايك، سبتي لي كومنت حلو، دخلتي خدتي لك لفه في القناه عندنا. عايزه اقول لكم ان احنا بنفرش شقتنا الجديده، فان شاء الله باذن الله هتاخدوا افكار ياما وتدوني افكار ياما. فيلا بينا، اللايك اللايك اللايك. طلعت بقى الاطباق بتاعتي كده، ابتديت ان انا بقى ايه خلاص. بصوا بعد ما رفعته على النار ونزل تقل ازاي معايا، هابتدي بقى اغرفه كده في البولات بتاعتي واحطه على الرخامة شوية او في التلاجة وزي ما تحبي يعني، بس هنحطه يرتاح هنا شوية وبعدين نرفعه في التلاجة. مفيش اسهل من كده، في اسهل من كده مفيش، قولوا فيه. وهنا بعد ما خلاص صبيت البولات كلها معايا، المنظر التحفة الجميل قوي ده. وبصوا بقى، بصوا التركاية بقى، بصوا بعد ما قلبت ايه رأيكم؟ لا انا ببدع يا جماعه، انا بتحدى نفسي الفتره ديت، انا عايزاكم انتوا كمان تتحدوني وتسيبوا لي اكبر عدد من اللايكات. وهنا برضو عبيت الصلصه، وكان عندي فاكهه الباباز، انا بحطها كده بعملها مع عصير المانجا بتبقى جميله جدا. ففرستها برضو قشرتها ونضفتها وعبيتها وزي ما انتوا شايفين. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب يكون خفيف على قلبكم. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه.